أنا معتكفة وداهرة نيز حالي اتغدى لحالي بلا ولادي. شوفوا شو رح اتغدى، وين رح اتغدى، وليه هيك رح اتغدى، وبعدين بخبركن شو القصة. وهيدا وصل الغدا. شو غداي اليوم؟ شاورما دجاج. هيدا الشاورما بحبه ابني جيمس كتير كتير كتير. شوف يا ماما انا شو عم بعمل؟ عم باكل شاورما مغطس بالثوم. طيب رز عينك رز. جمسونة. طيب الغدا في حرقصة. وهلا صار وقت الدسير. مين بحب هيدا الدسير اللي رايحة اكله انا اليوم؟ تعالوا لنكتشف سوا. هيدا سيكريت موني، سيكريت. وصلت هلا رح فوت اختار انا وياكم قطعة كيك لنشوف موني شو أكتر شي بحب لآكل أنا. شو وينا هيدي اللي بحبها موني. رح آخد الكورتينا يا موني. شطت ريلتي يا موني. شو جبنا كورتينا يا ماروني، كورتينا يا لتا يا ماما. هناكل سوا يا حبيبي مثل اللوبيا. ديليشس. ما في أذوق منهم ولادي، قد ما بحبوا بطنهم ما في أذوق من خياراتهم بالأكل. وهيك خلصت غدايي والدسير. هلا فديت خبركن بعد ما شبعت واستمتعت واخذت بطاري ليش انا عملت هيك وليش انا تغديت بلا الولاد. شوفوا انا من كم يوم عملت طنجرة لوبيا بلحمة 2 كيلو مع رز. لوبيا بلحمة 2 كيلو يعني عم تقسميها بالنص، يعني هي بتمد معك. اسم الله ويغزل عينه وصحتين على قلبه. انا عملتها الصبح ونزلت على الشغل. انا الظهر ما قدرت اطلع على البيت لانه انا للساعه 9 10 لارجع على البيت من الشغل. برجع بلاقي الطنجره مقحطه، يعني بفتح الطنجرتين الرز واللوبيا بلاقيهم زيرو، حبه رز ما في. صراحة لمست استهتار، إهمال، لا مبالاة وعدم تقدير لمجهودي. مشان هيك قررت ربيهم على طريقتي. اوكي اول شي جيت بدي ازعل، بعدين قلت لا ليش بدي ازعل؟ اكيد لا هودي ولادي انا بربيهم مثل ما انت بتزرعي بتحصدي، وانا لازم ربيهم لاحصد فيما بعد اللي انا براسي. يعني اليوم انا جيت اتغديت بلاكم يا ماما. انا قادره اعمل لوبيا، ما انا اللي عملتها، انا اللي طعميتكم. انا مش قصه لوبيا، قصه انه صحني بده ينشال قبل ما انتو تاكلوا، لأنه أنا الماما يا حبيبي. ليه؟ لأنه بكرة بس تكبر وإذا من هلأ أنت نسيتني بكرة كمان رح تنساني. هيدا الدرس اللي عملته درس بسيط، إنه أنا بقدر أتغدى وأتحلى بلاكن ورح كون مستمتعة، لأنه أنا بعرف عيش مع حالي. اللي بتعرف تنبسط بحالها وين ما كان ما أنا بحاجة لحدا يبسطها، هي بتقدر تبسط حالها بكل الأجواء. مشان هيك اليوم بدي كمل وقول لكل سيدة بتتابعني انه انت ممنوع تقولي انا ضحيت وعطيت وقدمت وشو طلع لي. ما انت ما تنطري لتشوفي شو يطلع لك وشو يعطوكي. انت من هلا بدك تعطي حالك وتعوديهم يعطوكي، حتى جوزك حتى حبيبك مثل ما بتعوديه بيمشي من الاول. اذا انت معودتيه لا ما بدي وميرسي وما تتعذب وما تجيب لي، او بتجيبي كل شيء رخيص، بكره بصير جيب لك كل شيء رخيص، لانه لو غني بعدين بقول ما هي معوده هيك تعيش. لا يا حياتي، اللي بينطبق على اولادك بينطبق على جوزك، بينطبق على صديقك، بينطبق على حبيبك، على كل حدا حواليكي. انت بتعوديهم كيف يعاملوكي. وانا ملكه
شوفوا ما اجملني، شوفوا ما احلاني يا ماما، شوفوا انا كيف فيايش، وانتم بلايي ما رح تكونوا مبسوطين مثل ما وقتها تكونوا معي. مشان هيك اليوم غداكم هو شو؟ تارتين زعتر وكتروا فيها الخيار. عم حرقسكن. ايه بدي حرقسكن لكن وانتم رح تتحرقسوا لانه انتم بتحبوا تكونوا معي، بس لحتى اتعلم بجلدكن. هيدي القصص ما رح تنسوها، انتم منكن كتير كبار بهيدي العمر. الولد بضل يتذكر هي القصص، رح يتذكر انه الماما راحت اكلت شي بحبه انا بلاقي، مشان هيك ما رح ينسى كل حياته بقى انه يتذكرني بالاشياء اللي انا بحبها واللي ما بحبها. بتحط لي اول صحن الي بتشيله من الطنجرة، بعدين انت بتاكل. هلا نحن لو بحالة حرب انا ما عندي مشكلة، اكيد بقطع من لحمي لطعم اولادي، بس نحن بالحياة العادية لازم اعود اولادي انه انا كمان اولوية. انا بتعب يا ماما، انا بروح كل نهار لاشتغل، مش معقول اسر على البيت وما لاقي لقمة اكل لحتى اكلها، انا طابختها كمان. بحبكن، لاف يو. بدي كمل معكم مرتاحة، مشان هيك عم علمكم.